بأقل مجهود، بأدنى أداء. الأهلي فاز على المصري البورسعيدي 2-0، لكن الفوز ما يفرقش. الأهلي فضل في المركز الثالث لأن الزمالك فاز على سيراميكا كيلوباترا 1-0 في مباراة اكتسحها سيراميكا تماما، لكن الجريمة العجيبة اللي عملها سعد سمير في بداية المباراة أهدت للزمالك هدف الفوز للفلسطيني عدي الدباغ، وبعدين بالحاج أضاع ركلة جزاء لفريق سيراميكا في مطلع الشوط الثاني، وبذلك الزمالك فاز، وفاز كمان ببطولة الدوري الممتاز. عندي 3 حاجات هكلمكم عليها. الهدفين اللي سجلهم النادي الأهلي ودول أحلى ما في المباراة، جرائم الحكم المونديالي أمين عمر عدو الأهلي اللدود، وعلامة الاستفهام على الأداء الغريب جدا لإمام عاشور، وكأنه بيقول للنادي الأهلي أنا مش هلعب، وكأنه عايز يفسد أداء النادي الأهلي، وكأنه مش عايز النادي الأهلي يكسب، وكأنه بيلعب لنفسه بس ومش فارق معاه أي شيء يمت للنادي الأهلي. بتمنى من كل قلبي إن النادي الأهلي يبيع إمام عاشور بأي سعر. جاب 3.5 مليون دولار اللي احنا دفعناهم فيه يمشي مع السلامة. أي حد ما كان إمام عاشور هيخدم النادي الأهلي أحسن من إمام عاشور. سيبكم من الأسامي، ما وديناش في داهية السنة دي غير الأسامي. رصينا الأسامي وادي النتيجة النهاردة أقل نسبة استحواذ للنادي الأهلي من سنين طويلة طويلة طويلة. أما إمام عاشور فياريت حد من جهابزة اليوتيوب للنادي الأهلي يعمل لنا فيديو كامل على عدد الكرات اللي لمسها، وعدد الكرات اللي فقدها، وعدد الهجمات اللي قتلها للنادي الأهلي. وبالمناسبة إمام بقاله قد إيه ما جابش جول للنادي الأهلي؟ قالوا كتير كتير قوي قوي قوي.